السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكله هنيه على كده. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم استكمال للفيديو اللي فات. برضو حماتي منوراني واستغلت الفرصه ان هي بتعمل المحشي بطريقه جميله جدا، وقلت اصورها وانقل الخبره دي لحضراتكم. الفيديو اللي فات كنا سليق المحشي وتقطيعه، المره دي هنعمل لكم خلطه بتعملها ممتازه، ريحتها وطعمها مفيش بعد كده. هنا حطت شويه من الزيت وحطت البصل وبتبتدي تديله تشويحه كده اهو. مش عايزه اقول لكم المحشي من ايديها بيبقى طعمه عامل ازاي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا اهو. نشوح البصل كويس قوي في الزيت، متقطع طبعا رفيع كده او ناعم، مش ناعم قوي يبقى فيه الميه بتاعته، انما مش متقطع تقطيعه كبيره. يفضل يعني ان احنا نفرمه في الكبه عشان تطلع التقطيعه بتاعتنا مظبوطه وما يبانش في المحشي ان البصل كبير. ونبتدي نشوح البصل كده كميه البصل حسب كميه الورق الكرنب اللي عندنا، فمش قادره اقول لحضراتكم المقدار هنا. احنا هنا بنستخدم كرنبايه، كل واحد بقى حسب كميه الورق اللي هيستخدمها، وكل ما نكتر البصل يكون افضل. هنسيب بقى البصل يتشوح وياخد لون ذهبي جميل ونرجع نكمل بقيه الخلطه مع بعض. وهنا حضراتكم البصله اهي اتشوحت. هي حقيقه بتحب تزود اضافه كده جميله، بتحط معلقه كبيره من الثوم المفروم، تدي ريحه وطعم جميل، وده اللي بيميز المحشي بتاعها. كمان قالت لي ان هي ممكن تحطوا هنا فلفل اخضر للي حابب في التسبيكه، بيدي ريحه حلوه قوي، طعم حلو. لو الاطفال يعني مش هتاكل يفضل ان احنا نحطه، بيميز التسبيكه بتاعه المحشي جدا. خلاص كده الثوم خد مع البصل. تيجي هنا تنزل بعصير الطماطم، بسم الله. تمام كده، نديهم تقليبه حلوه مع بعض. كده الريحه طلعت اهي جميله وفي منتهى الجمال. البصل مع معلقه الثوم دي مهمه قوي، جربوها اكيد ان شاء الله هتعجبكم. هنسيبهم بقى دلوقتي على النار يتسبكوا، وبعد كده نرجع مع بعض نكمل بقيه الخلطه وتشوفوها عامله ازاي. وادي حضراتكم التسبيكه لسه على النار بتاخد وتدي اهو. حماتي هتحط هنا دلوقتي معلقه كبيره من الصلصه، مش عارفه معلقه ولا معلقتين حقيقه. هتحط معلقتين كبار من صلصه الطماطم، ممكن معجون طماطم للي حابب. نغير بقى اللون خالص بتاع التسبيكه بتاعتنا، لازم تبقى حمرا كويس قوي. اتقلبت اهو كويس. تمام. اكيد في حد هيسالني من المشتركين، طب هي مش بتتكلم ليه؟ هي مكسوفه ان هي تتكلم، بس عايزه اقول لكم هي منوراني ومشرفاني، والمحشي من ايدها والله بجد، مش مجامله ليها، حاجه تانية خالص. يا ريتكم معايا هنا وتشموا الريحه اللي انا شماها دلوقتي، ريحه التسبيكه بتاعتها. هي لسه ما حطتش التوابل، هي دلوقتي عايزه تحط كمان معلقه صغيره من بتاعه الشاي بابريكا اهو، تحب تحطها مع صلصه الطماطم ومع التسبيكه. سالتها عن التوابل هتحطها امتى تبهر التسبيكه بتاعتنا، قالت لي بعد ما اطفي عليها عشان تفضل ريحه التوابل فيها ما تفقدش الريحه بتاعتها الجميله مع الغليان الكتير. تمام كده. طبعا التسبيكه بتاعتنا لسه فيها سوائل، هنسيبها لما تنشف كده وتفقد السوائل بتاعتها، ونكمل مع بعض تسبيكه المحشي الجميل. كده حضراتكم اهي التسبيكه خلاص جاهزه. نبتدي بقى نحط فيها كبشه كده من الخضره اللي هي ايه، شبت على كزبره على بقدونس.
هنا ايه ما حطيتش الكميه كلها، كبشه واحده بس. نقلب بقى التسبيكه دي مع شويه الخضره اللي احنا حطيناها، وبعدين نبتدي بقى نبهرها. خلاص احنا هنقفل عليها، هنبتدي نبهرها. مجموعه التوابل بقى معايا هنا ايه، معايا ملح، فلفل اسود، جنزبيل وقرفه، كزبره ناشفه، زعتر ونعناع وكمون. مش عارفه باينين ولا لا اهو. كل البهارات دي هتتحط وخلاص. التسبيكه بتاعتي شبه استوت. خلاص احنا هنطفي عليها، هنحطهم علشان خاطر يطلعوا ريحتهم بقى دلوقتي. ما حطيناهمش في الاول ليه؟ والملح طبعا علشان خاطر ما يفقدوش الريحه بتاعتهم زي ما قلت في اول الفيديو. هنقلبهم بقى مع بعض. الريحه جميله جدا بقى بتاعت التوابل طلعت اهي. بس كده. تعالوا نشوف بقى هنكمل خلطه المحشي ازاي مع بعض. وهنا بقى بقيه الخضره بتاعتنا اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس اللي خدنا منهم كبشه بس على التسبيكه. نحط بقى عليهم دلوقتي الرز مغسول طبعا ومتصفي. بس ايه بتنزل منه كل الميه الزياده علشان ما يدبليش الخضره بتاعتي والتسبيكه يبقى فيها ميه. تمام كده اهو. وتحط بقى التسبيكه بتاعتنا عليهم. تقلب الاول الخضره مع الرز. حطينا في صينيه واسعه كده عشان التسبيكه تبرد على طول مع الحاجه بتاعتنا ونعرف نشتغل فيها على طول. الحله سخنه جدا بتاعه التسبيكه. بسم الله. التسبيكه اهي. بصوا حضراتكم لونها ما شاء الله عليها وريحتها مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. نقلب بقى كله مع بعضه. تسبيكه مع الخضره مع الرز كله كده يتقلب وياخد ويدي مع بعض كده. ريحه النعناع الناشف طلعت اهي، والزعتر وبقيه التوابل. دي فايده بقى يا جماعه ان احنا نحط التوابل في الاخر، ما نسيبهاش تغلي على النار وتفقد الريحه الحلوه بتاعتها. تمام. ندخل كل بس الخضره مع الرز كويس مع التسبيكه. بصوا لونها جميل ازاي، لان احنا حاطين بابريكا وحاطين صلصه طماطم، مش طماطم عصير طماطم بس كده. وادي خلطه المحشي بتاعتنا جاهزه جدا. ممكن قوي ان احنا نعملها من بالليل ونحطها في التلاجة ونستخدمها في الحشو تاني يوم، ما بيجرالهاش اي حاجه. بس اللي مش ممكن ان احنا نحطها في الفريزر. ما انصحكوش بده، الرز بيبقى مكسر ومعجن في الحشو، وما تعملوش ده بصراحه. الافضل ان احنا نحطها في التلاجة. خلاص كده الحشوه بتاعتي جاهزه. هنحشي بقى المحشي ان شاء الله. هوري لحضراتكم برضو طريقه الحشو بتاعت حماتي الممتازه بصراحه، ونوريكم برضو الارضيه اللي هي بتعملها للمحشي. استنونا. لو الفيديو بتاعنا النهارده عجب حضراتكم، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تقولوا لي كتير في التعليقات نجحت معاكم قد ايه الخلطه دي بالذات المبتدئين. وان شاء الله احنا مش هنقف على ده، زي ما قلت انا هوريكم الحشو كمان والارضيه بتاعه المحشي والتسويه. وزي ما ورينا حضراتكم طريقه السلق والخلطه، هنا بقى الارضيه بتاعه المحشي. بصوا حضراتكم دي العروق بتاعه المحشي، ما رميناهاش، حطيناها في القاع عشان المحشي بتاعنا ما يتحرقش. بدل ما تحطوا بصل وطماطم وفي الاخر ما بيتاكلش كده، احسن العروق دي بدل ما تترمي. تعالوا بقى نشوف طريقه الحشو ازاي. ادي الخلطه بتاعتنا اهي. بصوا الورقه ما شاء الله متماسكه ازاي. دي الصباع اهو. في ناس ما بتعرفش تحشي على ايدها، فممكن جدا تحشوا في طبق، مفيش مشكله. بالذات اللي هم لسه يعني متجوزين جديد ولسه مش عارفين طريقه المحشي. ادي المحشي اهو من الالف للياء معاكم. وري حضراتكم ورقه كمان.
شويه كده من الرز، ما تكتروش عشان ما يطلعش بره الورقه ويعجن. مهمه قوي الرصه كمان. بصوا حضراتكم يبقى داير ما يدور كده، الصوابع كلها هتاخد دايره قاع الحله. هنكمل المحشي بنفس الطريقه ونوري حضراتكم في الاخر حله المحشي والتسويه بتاعتها. استنوني ان شاء الله نكملها مع بعض. وادي حضراتكم هنا عشان نعمل بقى الشوربه او الميه اللي هنسقي بيها المحشي. الاول بنبخرها. في هنا معلقه كبيره من صلصه الطماطم، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وزيها فلفل اسمر، وحبهان مطحون، و2 مكعب مرق سواء بقى لحمه او فراخ. هنا احنا معانا شوربه هي بتغلي على النار، هنسقي فيها الكلام ده ونبخر الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي بتاعنا. بسم الله. الصلصه ليه معلقه الصلصه بتدي لون احمر للشوربه وبتخلي المحشي بتاعي كله لونه احمر وجميل. عن تجربه جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هنقلب كله مع بعض. مهم قوي ان الشوربه بتاعتي تكون بتغلي علشان لما اسقي بيها المحشي يغلي على طول معاه. ندوب بس معلقه الصلصه كويس عشان هي حقيقه كانت في الفريزر لسه مطلعاها. طبعا ما حطيتش ملح لان الشوربه فيها ملح، احنا كده كده عاملين شوربه، وحطينا كمان مكعب مرق. ما تنسوش ان مكعب المرق فيه ملح، فناخد بالنا من الموضوع ده. خلاص كده دابت. اجيب بقى المحشي بتاعي عشان نشوف هنسقيه ازاي. وادي حضراتكم المحشي بتاعنا. بصوا اللفه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، تسلم ايديها يا رب. احنا نقلناه في حله تانية اوسع، دي حله الومنيوم بتدي طعم جميل للمحشي واحسن كتير، بيبقى مش مكبوس كده واخد راحته في التسويه. هنسقيها بقى دلوقتي الشوربه اللي وريتها لحضراتكم من البخاره الجميله بتاعتنا. بسم الله. قبل ما نحط الشوربه بصوا هي حماتي بتحب تحط كده صينيه او طبق تضغط عليه، بتقولي علشان الرز ما يخرجش من الورق ويتعجن كده، كل صباع من بتاع المحشي يطلع سليم زي ما هو. بسم الله. وبتبتدي تسقي اهي. بصوا لون الشوربه بقى من معلقه الصلصه وشويه التوابل اللي احنا حطيناهم، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. طبعا ما بنملاش شوربه كتير ان احنا نغرق المحشي، بنحط يعني بقدر مناسب علشان ما يعجنش معانا، يعني تقريبا لغايه الوش فوق بحاجه بسيطه. والتسويه طبعا مش عايزه اقول لكم على نار هاديه جدا زي بتاعه الرز. ممكن تحطوا شياطه الرز كمان. اديله هزه كده بسيطه عشان الشوربه تنزل للقاع تحت. كمان شويه. بسم الله اهو. تمام كده. طبعا هنسيبه دلوقتي يغلي الاول غلوه، وبعدين نوطي النار عليه زي ما قلت، زي النار اللي بنعملها للرز. ممكن تحطوا شياطه الرز. هنسيبه بقى يستوي دلوقتي، وان شاء الله هوري لحضراتكم شكله بعد ما استوى عامل ازاي. وادي حضراتكم شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى. بصوا بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي اهو. تشرب الميه بتاعته كلها. خلاص استوى، الورق استوى وما طلعش منه الرز الحمد لله ولا حاجه، علشان الصينيه اللي اتحطت فوقيه او الطبق اللي اتحط فوقيه ضغط عليه ونزله لتحت، فما خلاش الورق ينطر الرز بتاعه. يا رب تكون وصفه حماتي للمحشي من اول السليق والتقطيع والخلطه والتسويه تكون عجبت حضراتكم. بشكرها جدا، اسمحوا لي ان انا اشكرها جدا. ربنا يا رب يديكي الصحه والعافيه ويخليكي لينا يا امي التانيه. ربنا يا رب ينعم عليكي دايما بدوام الصحه وبالشطاره في الاكل. مش قادره اقول لكم هي شاطره قد ايه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله في المحشي. بجد بتاكلوه من ايديها حاجه تانية خالص. اتمنى تكونوا استفدتوا منها في خلطه المحشي والتكات الصغيره اللي هي عملتها، اللي بتدي طعم مميز جدا للمحشي بتاعها. وجربوها وتقولوا لي في التعليقات بتاعتكم جربتوا التكات الصغيره دي وقد ايه فرقت معاكم في الطعم وفي الريحه. بشكر حضراتكم جدا. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. لو عجبكم من فضلكم ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا. شكرا لكم والسلام عليكم.